السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ شوفوا بقى الجمال اللي معانا ده. شفتوا الفاصوليا الخضراء التحفة دي، الله عليها. فاصوليا تتاكل ني كده بصراحة. يعني الخضار بتاع الشتاء بجد تحفة يجنن. يعني قلت بقى ايه حبة الفاصوليا دول، كل ما يعني كل يومين كده اجيب 2 كيلو ولا حبة كده ونغسلهم مع بعض زي ما انتوا شايفينهم كده يا حبايبي. احنا غسلينهم تحت الحنفية واحدة واحدة، غسلين واحدة واحدة يا حبايب قلبي كده، غسلينها كويس جدا. وبعد كده بعد ما نغسلها مصفيينها ونقطعها زي ما انتوا شايفين كده، ونقطعها. كل ده هيتقطع معانا وهنشفها خالص، ما يبقاش فيها بقى ايه ميه خالص، ما يبقاش فيها اي ميه خالص. ونعبيها في اكياس وتقعد معانا. يعني الفترة ممكن تقعد لرمضان، يعني مش عايزة اقول لكم طولوها قوي عندكم يعني في التلاجة. احنا عايزينها تبقى ايه يعني يعني فترة بسيطة كده. ما بحبش الحاجة موجودة طول السنة يعني. بس بالنسبة للشتاء الفاصوليا ما بتظهرش في الصيف يعني. ده اكل الشتاء، الفاصوليا، السبانخ، الحاجات الخضراء الجميلة اللي انتوا عارفينها دي. وبعد ما تنشف خالص نقطعها ونعبيها في اكياس. وعايزة اقول لكم والله انا ما بنزل السوق يا حبايبي ببقى، يعني انا بصراحة هو الخضار اسعار الوقت حلوة جدا 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 يعني. يعني الاول كانت الفاصوليا دي ب25 وب20، الوقت بقت ب10 جنيه. ارتاحت الوقت. اللي عايز يخزن يا حبايبي يخزن. بس بالنسبة للبسلة لسه غالية. انا مش عارفة البسلة في كل مكان بكام، بس انا عندنا بيبيعوها ب20 جنيه. فالبسلة اللي لسه ما نزلتش. فاللي عايز اللي يلاقي حاجة ارتاحت في سعرها يجيب كميات. مش عايزة اقول لكم كتير، يعني كميات بسيطة. يعني 2 كيلو ب2 كيلو كده اغسلوهم. شوفوا يا حبايبي والله تتاكل اكل جميلة جدا جدا. تغسلوها كويس. والحاجة يا حبايبي بعد ما تتغسل كويس كده، سواء الحاجات الخضراء بالذات، سواء الفاصوليا، السبانخ، لازم تتغسل ورقة ورقة تحت الحنفية وتنشف تصفى خالص. وبعد كده نقطعها. احنا كده هنقطع الفاصوليا معاكم، وما نخلص الكمية دي نقطعها وتنشف، ما يبقاش فيها مية. شوف انا ايدي مبلولة ازاي منها دلوقتي. لما ايدي تنشف ما يبقاش فيها مية تنشف. هنعمل ايه؟ هنعباها ايه يعني حسب الطبخة بتاعتنا، هنعباها في اكياس حسب الطبخة بتاعتنا يا حبايبي. وكذلك السبانخ انا بغسلها ورقة ورقة تحت الحنفية وتنشف. وبقوم بقى ايه اقطعها بعد ما تنشف. ما بقطعهاش واغسلها، لان اي حاجة يا حبايبي بتقطعوها بتنزل القيمة الغذائية في المية اللي انتوا بتغسلوها فيها. فاحسن لكم والافيد ان احنا نغسل الحاجة زي ما انتوا شايفينها كده فلة جميلة كده، نغسلها وبعد كده نقطعها ونعينها. دي احسن حاجة بالنسبة للفاصوليا الخضراء. السبانخ، خضرة المحشي برضو تتعمل زي السبانخ كده، نغسلها بعيدانها كده بحالها، نغسلها ننضفها قوي 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 وننقعها كتير في المية كذا كذا مرة. ولما تنضف خالص وتنشف برضو ننشفها كده زي الفاصوليا كده، نقوم مقطعينها ونحطها في اكياس ونفضي الهواء اللي فيها. وبعد كده نعينها في الفريزر. يعني انا بعمل الموضوع ده، مش بقول لكم السنه للسنه بقى ولا بتاع. يعني انا مثلا اجهز اكلات رمضان يبقى عندي الخضار جاهز في الفريزر. القلقاس الايام دي جميل جدا برضو حلو. اللي يخزن الايام دي يخزن القلقاس الايام دي. القلقاس برضو بجيبه وبغسله، ما بقشروش، بغسله كويس من بره. وبعد كده اسيبه ينشف. لما ينشف خالص اجيب بقى منديل، امسك القلقاسية في ايدي كده بالمنديل. وبعد كده بقوم مقشراه وهو نضيف زي الفل بقشره. وبعد كده مقشره اقوم مقطعاه ويتعان برضو في اكياس. ما بقشروش هو في طين من بره كده وايدي تتعك وارجع امسح بمناديل او اغسله. القلقاس يا حبايبي مش بيتغسل، بتنضفيه الاول
وبعد ما تنضفيه تقشريه وتقومي مقطعاه وحطاه في الاكياس. بس انا يعني انا نفسي الفاكهة بصراحة اللي غالية جدا. يعني الخضار سعره الايام دي بيرتاح، مش هنقول الحاجة غالية، لا، الفاكهة اللي غالية جدا نازلة غالية جدا. يعني الفراولة ب25 جنيه، ال- التفاح ب30 جنيه، الجوافة المفروض احنا في الشتاء، موسم الشتاء ده الحاجة دي تبقى رخيصة شوية، الجوافة بالذات البرتقان مثلا بيتباع ب10 جنيه، والكيلو ونص ب10، الجوافة ب10 جنيه وب15. المفروض الحاجات دي سعرها تنزل، علشان يعني الناس في الشتاء عايزة تعمل عصاير. العصير الجوافة والبرتقال بالذات يا حبايبي أكل الشتاء ده مفيد للجسم جدا جدا. يعني أنا عايزة يعني يا ريت بس يعني المسؤولين يسمعوني. الفاكهة دي لازم تنزل، خصوصا دور البرد اللي ماشي الأيام دي، الأطفال والكبار محتاجين حبة عصير، محتاجين عصير برتقال، محتاجين عصير جوافة. لازم الحاجات دي تنزل يا حبايب قلبي. يعني يا حبايبي، يعني يا ريت تسمعوني والمسؤولين يسمعوا الفيديو بتاعي ده، علشان الناس كلها تبقى عندها وقاية من الأمراض اللي ماشية الأيام دي البرد بقى، وكل شوية الأطفال وما بيروحوش المدارس وكده. احنا عايزين اللي يعني نبقى يعني بصحة كويسة، عايزين نعدي بالشتاء ده، فصل الشتاء ده بصحة كويسة، والحاجة متوفرة ورخيصة. والله العظيم 3 أنا ببقى جايبة الخضار، واجي عايزة يعني اقول مثلا ما هو مش هيتعمل بمية، عايز يتعمل فرخة جنبه، يتعمل لحمة، فاجي ابص الاقي الفراخ ب45 جنيه الكيلو، والفراخ البلدي ب70. ده اسعار ده حرام، والله العظيم حرام اللي بيحصل ده، حرام. يعني عشان اجيب حاجة ب10 جنيه كيلو اطبخه، على كيلو طماطم ب10 جنيه، اجيب مثلا فرخة تقطع لها 100 جنيه. ما هي الفرخة ب45 جنيه، اقل حاجة هتجيبها فرخة 2 كيلو، اقل حاجة هتقطع 90، هتقطع 95، يعني 100 جنيه. الفرخة هتخش لها في 100 جنيه، غير الخضار، غير الطماطم، غير الرز. وما تكون واحدة جوزها بدها 50 جنيه في اليوم او 100 جنيه، هتعمل ايه؟ هتتغدى بيها 100 جنيه، ولا تتعشى، ولا هتفطر، ولا هتدي مصروف للعيال اللي راح المدرسة؟ بجد اللي احنا عايزين تراعوا الموضوع ده قوي، يعني المسؤولين يراعوا الموضوع ده قوي. لازم تشوفوا لكم حل. لازم يعني زي ما في حاجة بتنزل لازم تنزلوا حاجة. حرام حتى اللحمة المجمدة اللي كنا بنروح نجيبها ب80 جنيه وب90 جنيه بقت ب130 جنيه. عمركم شفتوا اللحمة المجمدة بقت ب130 جنيه؟ يعني بقت زي البلدي بالظبط، والبلدي ب200 و250 جنيه. يعني حرام كده والله. فانا ارجو يعني عشان نعمل طبخة حلوة كده ونغذي العيال، لازم نلاقي اسعار الفراخ حلوة، اسعار اللحمة حلوة، عشان البيوت تتغذى. كفاية اسعار البيض علينا، البيض بنروح نجيب الثلاث بيضات ب10 جنيه. حرام والله. يعني كل ما ينزل نقول بنجيب الاربعة ب10 جنيه، يرجع يقول التلاتة ب10 جنيه. طب احنا هنأكل عيالنا ايه؟ احنا عايزين نعرف العيال دي اللي بتعيا وبيجي لها انفلونزا وبيجي لها برد وما بتاكلش وهي عيانه، احنا نغذوهم ازاي؟ لا بيض ولا لحمه ولا فراخ. يا جماعه والله ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. لازم تشوفوا لنا حل في الموضوع ده. يعني انا مش بتكلم عشاني او علشان اللي يقدر يشتري لحمه او فراخ او كده، انا بتكلم بصوت الناس اللي بتشتكي. يعني انا ببقى في السوق بشتري خضار، الاقي الناس يقولوا حرام، ماشيين يكلموا نفسهم، والله ماشيين يكلموا نفسهم ويقولوا ما ينفعش. لازم لازم الحكومة تنزل تشوف الأسعار دي. لازم الحكومة تشوف اللي عارفين يجيبوا بيض ولا فراخ ولا لحمة. يعني حرام كده. يعني هنجيب حبة خضار ب10 جنيه ناكلهم بمية يعني، من غير لحمة ولا فراخ؟ مش معقول. فاحنا عايزين نبني عيالنا، يعني نبنيهم على أساس كويس، يطلعوا كده متأسسين كويسين، متغذيين، معفيين من الأمراض، مش يبقوا عيانين لا عارفين نأكلهم ولا نصرف عليهم.
يا ريت الفيديو ده يعني يشير لكل اللي يشوفه، يشيره علشان الحكومة والناس تعرف احنا الناس عايشة ازاي. عشان الناس بجد، الناس بتمشي في الاسواق بحس ان هي بتكلم نفسها، حرام والله حرام. فانا بصراحة يعني انا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، بس انا قلبي وجعني بجد. ما بنزل السوق ان لقيت حاجة رخيصة ما بعرفش اجيب حاجة تانية، سواء انا او غيري يعني. فاحنا لازم يبقى في رقابة على الاسواق. واهم حاجة موضوع البيض واللحمة والفراخ، التلات حاجات دولت لازم تشوفوهم وتراعيهم، علشان الناس كده تعبت من البرد، وتعبت من قلة الأكل، وتعبت من الأمراض. الناس كده بتموت، الناس بتموت. فشوفولكوا حل بجد، اللي يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش كده بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يشيره، وكل يشوفه، وكل يعمل لي لايك على الفيديو، وكل يشارك عندي على الفيديو ده والقناة عندي، علشان احنا عايزين صوتنا يوصل للناس دي. عايزين الشعب يبقى مرتاح، عايزين الشعب يبقى مرتاح في كل حاجة، مش عايزين أمراض. عايزين أولادنا يتغذوا كويس. يعني البيض اللي هو المادة، الحاجة الوحيدة اللي بتغذي الأطفال وبتساعد على بناء جسمهم، مش عارفين ياكلوه. حرام كده بجد، حرام، الناس بتموت، ما ينفعش كده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا ريت تشيروا الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.